تعالوا افطروا معانا. طبعا انا عامله شاي وشاي لمينا عشان مينا تعبان فمينفعش يشرب لبن. عامله لمريم حبه لبن، يا رب تشرب كل يوم مره على اللبن. وهنا عندي قرص، عندي القرص. وهنا عندي فايش. لما بنيجي نشتري الفايش بنشتري كده في اكياس. تعالوا بقى افطروا معانا، ولسه هحط جبنه. احنا بقى نعمل بحب امسك القرصه واحط عليها جبنه كده وناكلها، او تغيير، وفي نفس الوقت فطار خفيف شويه. يلا تعالوا افطروا معانا. ازيكم يا اصحاب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لا، اول مره تنوريني يا ست الكل، متنسيش تعملي لي لايك وتشتركي في القناه. لا، اول مره تنوريني وتفعلي الكل عشان يوصلك كل جديد. عايزاكم بقى تدعوا لي الفتره دي، لان بجد الموضوع بقى صعب. يعني كفايه بس مش معدتي، لا اللي هو الدور الدوار بودني كده، مش قادره اقول لكم. فاصبروا، احط في وشي كده عشان الاضاءه. مش عارفه الفيشه والستاند ده حصل ايه، ما تثبتي. بس عايزاكم تدعوا لي كتير. مش عارفه، ما لو الاضاءه حلوه كده ماشي تمام، بس الاضاءه بتبقى حلوه لما بشغل هي بتقعد تتهز. طب اعملها وارجع لكم. عملتها اخيرا. بس عايزاكم بقى تدعوا لي، ان انا كنت هكسل اعمل فيديوهات، بس الحمد لله يعني عماله اقاوح مع نفسي. النهارده بقى عايزه هعمل كبده. خليت مريم قطعت لي بصل عشان مناخيري، الجيوب الانفيه، يعني الحمد لله. بس كده البصل اصفر. وكان عندي اللي هي قطعت حته صغنونه جدا زي ما انتم شايفين. بس وهقطع اقطع الكبده، بس لسه مسحتش شويه. طبعا هي متبله ومحطوطه بتوم. كانت معموله بتوم ومحطوها في الفريزر. اللي وصل بقى معانا لحد هنا ما ينساش يدعم اخته باللايك. عايزه احط حته انا مش عارفه اسمها هديه ولا دهن ولا اسمها ايه، مش عارفه، قولوا لي في الكومنتات. بشكر الناس الجديده اللي عندي، بشكركم وعلى راسي يا احلى واجمل اخوات. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم. ايه رايكم؟ في ناس بتقولي هو انت على طول واقفه في المطبخ، ما بتعمليش، ما بتروقيش شقتك، ما بتعمليش. لا يا جماعه، انا بروق شقتي. يعني مش معقوله هنضف الدنيا هنا عندي واسيب الدنيا بره معفنه، يعني سوري في الكلمه. ماشي، دي حاجه. تاني حاجه، انا عشان كنت بعمل روتينات وبروق، اكيد في مره هاجي وهبقى اروق، بس انا اول ما بصحى من النوم بمسك الاول المطبخ. المره دي مش هعمل معاكم حاجه، ده بس عندي طبق وثلاث معالق وفنجان. ماشي، وعندي هنا المواعين واهي، دول نضاف. كل اللي عندي هنا كنت غسلاهم، فانا قلت عشان انجز معاكم الفيديو، ما اطولش معاكم الفيديو زي كل مره. ماشي، احط عندي هنا القطع، احطه في الطبق. طبعا بعمل فيديوهات روتينات في الشقه، بس لما بكون ان في وقت ان انا اعمل. ليه؟ ان الفيديو ده هيكون طويل جدا، تمام، ومش هعرف اتكلم معاكم. هسجل صوت، هعمل مونتاج في الصوت، تمام. فانا بقى حابه بقى وفي المطبخ في كده ان انا اتكلم لحد ما ربنا يوفقني ان شاء الله كده ويرزقنا، واقوم جايبه مايك للتليفون. فدي برضك فكره برضك يعني حلوه، باذن الله ابقى اعملها، تمام. عايزه اشكر الناس اللي بتدعمني، ربنا يخليكم ليا يا رب، ويدعمكم منكم نعم في حياتي يا رب. هروح اشوف مين بيخبط لان الباب بيخبط بس بالغلط. الناس طالبه الجيران اللي فوقينا وبتحسب ان دي شقه، فانا الشقه اللي فوقينا. عايزه اقول لكم، خدنا بقى الاجازه والحمد لله. يعني انا بقى اللي شايفه المرار، مينا ومريم. بصي سيبك مينا ومريم، بس مينا ومريم والله العظيم على اللي عاملينه فيا. يمكن الدور الدوار ده رجعلي بسبب التوتر والزعيق والقولون. قام عليا بطريقه، والله العظيم رجعت يعني اخد العلاج تاني بعد ما بطلت شويه، قلت الحمد لله.
رجعت اخد العلاج تاني. والدور الدوار عايز هدوء ومش عايز نرفزه ولا عايز زعل. فقعدتهم بقى في البيت، يعني ربنا يخليهم ما تحرمش منهم. بس الناس اللي بتقول لي ربنا يخلي لك مينا ومريم يا رب وما تحرمش منهم ويخليهم لي يا رب واشوفهم احسن حاجه في الدنيا ويطول في عمرهم، عايزه اقول لهم يقولوا لي ما عيالك كبار ما شاء الله، عيالك ما مش بيعملوا لك شقاوه ولا حاجه. شقاوه مين؟ انا عندي مريم هي ومين نقر ونقصوا بعضيهم، ورحيات ربنا اللي شاهد عليا. بيقعدوا يعملوا معايا حاجات انا بصحت منهم. انا جاني بيقولوا لي احنا ما كناش بنسمع حسك يا دودي، انت اللي ما كنتيش صوتك باين، بقينا نسمع انت اعلى حس في العماره. انتوا متخيلين؟ وحياة ربنا يعني انا مش عارفه اقول ايه. عارفه والله العظيم انا بكلمكم مش قادره اقف اعمل الاكل، ودني عماله تزن بطريقه مش عارفه. لما ببقى عايزه اروح لدكتور عايزه اصور وانتوا معايا يعني برتاح نفسيا لما بصور وانزل تبقوا انتوا معايا في كل لحظه، بس ببقى محروجه ومش عارفه اصور كويس. فادعوا لي بقى، ادعوا لي بس ان انا كده عارفه اروح بس للدكتور الاول وربنا يسهل الامور يهدي لي مينا ومريم ويهدي لنا عيالنا كلنا يا رب. انا هنا كده بقى لسه بقطع في الايه في الكبده، هروح اقطع بقيه الباقي عشان ايه كده طولت عليكم ونرجع تاني. هي ايه نخلص اول باول ايه المواعين. عايزه اقول لكم الستاند عندي بايظ فقلت اخترع بقى، جبت علبه السكر انا ساند عليها دلوقتي. طبعا انا حاطه هنا صابون بس انا قلت ايه كنت هصبن مع نفسي كده قلت لا نصبن ايه مع بعضينا ايه كل حاجه مع بعض. ساند على علبه السكر وجايبه العلب بتاعت التوابل ساند علينا. لازم نفكر كده نعمل اي حاجه. هو ما عنديش مواعين كتير عشان صبيت زي ما قلت لكم، بس انا عايزه اعمل ايه اول باول عشان بحب الدنيا تبقى عندي نضيفه. بس كده المره دي بغسل بالسلك الخشن، ما عنديش مواعين اللي هي الالومنيوم بطلع لها سلك، وساعات والله ما بطلع لها سلك بتعب بدي، بس دي عايزه مجهود وانا مش قادره ان انا ابعد جامد قوي بالسلك دي، فانها بتاخد بدي معايا فبتخليني انجز بسرعه مش زي التانيه. انا معلقه على الكبده وايدي فيها. اوطي عليها بس النار واشطف هنا بقى كده بس عشان الوقت ما اخدش معاكم عشان لسه عايزه الم الغسيل كده مع بعضين. اروح اشطف دول وارجع لكم. كنت بسند على اللي هي بتاعه السكر وبتاعه التوابل حطهم بقى وارجعهم مكانهم. الغسيل كنت ماشيه امبارح قلت الصراحه مطر تمطر بس الجو عامل ازاي. وريني يا مريم الجو عامل ازاي. الجو يعني ما بين حر ما بين يعني بين الاتنين، بس دلوقتي انا حاسه ان الجو حر قوي. كنت امبارح ماشيه عشان كانوا كاتبين على النت ان المطر هتمطر، كنت عايزه اغسل كام غسله كده عندي لسه برضه الغسيل ولا المواعين بيخلصوا. الواحد والله مش عارف يقول ايه، الواحد يدعي على الغسيل ولا يدعي على المواعين. بصي هناك احنا بصي الدنيا هتبقى قوي كده ازاي فوق لا قوي تحسها تمطر صح؟ انا حاساها مطرت قبل ما نصحى. مطرت يا ماما. ده كمان في ناس ما شاء الله عليهم مربين خرفان في الصبح. وريهم بس استنى كده عشان تشوفوا هو بيبقى هنا اهو. تعالي كده بس هو بصي يعني قاعد لوحده. لا مش صدقني معاه معزه. معزة دي نحلف والله معزة تنطح بتنطح ما شاء الله عليه.
كل ما يقرب العيد يجيبوا خلفان صغيره ما شاء الله يعني هيكبر. لحد ما يكبروا. مش انت اللي هنا اختك كنت بتنسيش تعملي اللايك. لسه بقى هروح اطبق الغسيل دوت. طبعا ما مش عارفه اطبق معاكم ان الفيديو تمام. اروح هنا موطيه على اللايك. موطيه لايك. هنا بيقولوا اللايك. تمام انا حطيت هنا على الواسع على الكنبه. هروح اطبقه وهروح برضو اقلب الكبده عشان ايه موطيه عليه. خلاص يلا.